السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عندنا طريقة كفتة الداود باشا زي ما انتم شايفين كده بالمنظر الجميل ده. هنبتدي بالخطوات ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك للقناة. عندنا أول حاجة لحمة مفرومة، تمام، وعندنا بصل مبشور ويعني تفل بصل، وشوية بقدونس على كزبرة وتوم متقطع وبصل متقطع. عندنا بقى الخطوات سهلة وبسيطة. هنبتدي أول حاجة هنحط معلقة ملح ومعلقة فلفل أسود، وأهم حاجة البصل يكون متشال منه المية بتاعته كأنك هتعمل كفتة مشوية. ننزل عندنا بالحاجات بتاعتنا كلها، البصل والبقدونس على الكزبرة، تمام، وعندنا قرن شطة متقطع كده، وننزل بشوية التوم المتقطع ونقلب المكونات دي كلها في بعض لحد ما يبقوا بالمنظر اللي انتوا هتشوفوه ده. زي ما انتوا شايفين كده يتقلب تقليبة كويسة جدا جدا، وهيطلع معانا بالمنظر ده كده. ونبدأ نعملها كور، مش كبيرة قوي ولا صغيرة، وسط. كل الحجم تلاقيه شبه بعضه، اهم حاجة تبقى وسط عشان هي نسبة الدهون اللي فيها بتقل وانت بتحطها في الصوص. بعد كده نجيب عندنا صينية ونحط فيها نقطة زيت وننزل الكفتة بتاعتنا في الصينية دي وندخلها الفرن. عبال ما تخش الفرن هنعمل الصوص بتاعنا، وهنجيب معلقة سمنة عليها حتة دهنة كده. ننزل عندنا بشوية التوم وشوية البصل المتقطعين ونديهم تقليبة مع بعض مظبوطة. بعد كده على طول بعد ما نقلبهم تقليبة مظبوطة لونهم يتغير زي ما انتم شايفين كده، ننزل عندنا بالبهارات: فلفل اسود وملح وبابريكا وكمون وكزبرة وبهارات مشكلة زي ما انتم شايفين كده. نديهم تقليبة وبعد كده ننزل عليهم بمعلقتين الصلصة، نديهم تقليبة مع بعض كويسة. وبعد كده عندنا عصير طماطم اللي هو 4 طماطمات، يعني هيتضربوا في الخلاط بس من غير اي بهارات، كل البهارات محطوطة. هنحط عصير الطماطم ونقلبهم في بعض. بعد كده نجيب بقى شوية مية سخنين ونحط ونغطي عليها تماما لحد ما الكفتة بتاعتنا تستوي. يعني هنزود مية دلوقتي على الصوص بتاعنا ده، تمام. بعد ما يبقى منظره كده نزود المية بتاعتنا براحتنا ونغطي عليها تغلي. ودي منظر الكفتة بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، بيبقى لونه ذهبي وجميل كده. لازم يخش الفرن عشان ما ينفعش نحط اللحمة من غير ما تخش الفرن، هتدوب معانا في الشوربة. عشان احنا بنعمل الصوص لازم ياخد درجة تسوية حلوة. زي ما انتم شايفين كده هننزل بيها في الصوص بتاعنا. بص منظرها، ونسيبها لمدة اقل حاجة تلت ساعة تغلي مع الكفتة. بص منظرها. وادي عندنا اهو ممكن تتاكل بالرز زي ما انتم شايفين، وممكن تتاكل بعيش او مكرونة، كذا ليها كذا حاجة. فعندنا الأكلة النهاردة اقتصادية 100%، ممكن تاكلها بكذا طريقة وبكذا شكل. وادي عندنا الصوص ما شاء الله طلع تقيل ومظبوط، ويا ريت تدعمونا وعندنا بلايك الكفتة بتاعتنا وسبسكرايب كلها للقناة. سليمة مع